صدر حكم الإعدام على الشاب السوري من مدينة حمص محمد سليمان أحمد الحسن من قبل محكمة في محافظة النجف العراقية. مشكورا وزير الخارجية مباشرة وجه لوفد ليتحرك ويتابع هي القضية. معلومة على الهامش، برا وزارة الخارجية بوزارة الداخلية في وفد مختص بموضوع الموقوفين السوريين خارج سوريا، وما بيهدأ حتى بتركيا. الموقوفين السوريين بدهم يرجعوا بالعراق، بالسعودية، بكل محل، رايحين لكل محل. فسوف يتم حل هذه القضية، لأنه التهمة عم يقولوا أنه إرهاب، لكن هي التهمة حقيقة حسب اعتراف أخوه أنه كانت صورة الرئيس السوري على جواله. هلأ هن كتير بينشقوا شأم الرئيس السوري. ليش؟ لأنه بتعرفوا كان بالعراق وعلم على شرفهم لجماعة الكرار وحيدورة وهدولي. بس ما بيصير اللي بدكم إياه. ما خسى باطكم، هذا سوري وراه دولة وجيش وشعب، ولا بقى تتحدوا سوريا بهيك قصص. أقسم بالله السوريين بياكلوكم بلا ملح، وهذا الحكي يوصل كمان لبلحة. جايك الدور. أقسم بالله المواطن السوري اللي بدعس له عطرف لأن قوم الشعب كله عليه ونضغط على الحكومة. نحن قادرين نقوم نضغط على الحكومة لتتحرك ولو عسكريا. تحياتي.